السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي يوميات مع طبخ وحلويات. اليوم جبت لكم مسمن خفيف ومقرمش مقلي يجي ذوق زلابية. نروحوا المقادير وطريقة التحضير. هزينا 3 كيسان دقيق، وانا الكاس هذا اللي قست به يهز 300 مليلتر، واي دقيق يكون عندك في الدار تقدري تخدمي به، شي شرط يكون رقيق ولا اي دقيق تخدمي به. نزيدو 3 كيسان فرينة، نديرو 6 مغارف زيت باش ما يجيش هكذاك كي تاكليه يتكسل، والمغرفة اللي تقيسي بها لازم مغرفة كبيرة. نديرو 2 مغارف حليب البودرة، درنا رشة صغيرة تاع خميرة العجين، مغرفة صغيرة سكر، مغرفة صغيرة فاني، وزيدي مغرفة صغيرة عمريها مليح ملح، لازم تعمريها مليح في الملح باش ما يجيكش مسوس، وزدنا بيضة. دوك نخلطو العجينة مرة، خلطيها حتى تجي طرية، نحطوها في العجين تستعجن. انتي كي تخدميها بيدك حطيها تريح، من بعد ولي عجنيها. كي تعجنيها مليح زيدي لها مغرفة صغيرة معمرة مليح خميرة الحلويات، ومغرفة صغيرة معمرة مليح الخل الأبيض. هذا ثاني يمد لها خفة، ويمد القرمشة ثاني الحليب البودرة هذا كيخلي العجينة تجي خفيفة تجي فيه القرمشة. هذا المسمن هذا مسمن مقلي، قلت لك كيجي مقرمش، كي تاكليه تقوليه كي تاكليه في الزلابية. وكنديرو كويرات يكونوا صغار، نهزو بلاطو نديرو له شوي زيت ونحطو هذوك الكويرات يريحوا، لازم تخليهم يريحوا على الأقل ساعة. قد ما تريح العجينة قد ما تجيك سهلة الخدمة. شوفي أنا بعد ما ريح كنديرو شوي زيت ونبداو نديرو العجينة نكسلوها مرة كيما نكسلو المسمن. شوفي كيفاش راهي تستجبد وحدها، باش العجينة عطيناها حقها في العجين وعطينا لها حقها في الراحة. شوف كيفاش أنا نكسلو فيها ما تقطعتش. شوفي كيفاه طبقتها، شوفي كيفاه درت. لازم ديري هكذا طبقي هكذا العجينة باش كي ما تجيكش معجنة لداخل. دوكا نديرو لها هكذا، نحلوها في النص، والمقلة تكون الزيت ساخنة، لازم تكون سخونة الزيت، ونطيشولو الزيت منو من باش كي يتحكم تتنفخ وتتورق لداخل. شوفي كيفاه طلع، شوفي كيفاه جا، شوفي اللون تاعو ثاني كيفاش جا، هذا كل من حليب البودرة والسكر هذاك اللي درنا لها. شوفي كيفاه جا، شوفي بعد ما طيبناه كيفاه جاو الحبات حمر، وشوفي كيفاه جا طلع مرة. دوك نحكم نعدلك الحبة نعسلوها، لازم هذا تعسليه. شوفوا الحبة كي نقصوها كيفاش لداخل فرغانة ما فيهاش العجين، دوك تسمعوا صوت القرمشة كي نقصوا. شهية طيبة، شكرا. واللي ما اشتركتش في قناتي تشترك ليصلها كل جديد، ونتمنى تجربوا الوصفة وتشاركوني رأيكم في التعليقات. وشكرا.